السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام متابعية متابعاتي العزيزات في جميع أنحاء العالم، وخصوصا متابعين منوعات ملك وحفصة. منوعات ملك وحفصة دائما اللي كترحب بكم دائما من جديد، وكتقدم لكم دائما كل جديد وصفات شهية رائعة مجربة 100%. ما كاينش بحالها، هي بسيطة ولكن المذاق رائع. واحد الحاجه كتعجبنا كاملين كبير وصغير هي البرجر كيعجبنا هنايا، كنبغيوه دائما ناكلوه يكون فيه البنه والمذاق بحال ديال المطاعم. اليوم كنقترح عليكم غادي نصاوبوا البرجر في الدار، مكونات متوفره. علاش ما نديروش في الدار؟ حنا خاصنا ضروري نمشيو نجيبوه من ريستورون؟ لا، نصاوبوه حتى حنا في الدار، نصاوبوه لوليداتنا، نصاوبوه لراسنا، نصاوبوه للكبير والصغير. وكل شيء اللي كيبغي البرجر راه تاكدوا كيجي رائع وكيجي بحال ديال برا الا تبعتوا الوصفه وصوبتوها بالتدقيق كما كنقول لكم، فهي كتجي رائعه. كنجيبوا الكفته ديالنا ديال البقري عاديه، غنقولهم يطحنها لكم، يدير فيها واحد شويه ديال الشحيمه، لان علاش؟ باش كتعطي داك اللذام ديالها وكتعطي داك لوغو ديالها واعر. ما غديروا فيها لا عطريه لا والو، عندكم شويه الملحه شويه البزار فقط، راه هذا هو السر ديالها. راه ماشي العطريه هي اللي كتزين الكفته، الكفته راه المذاق ديالها رائع، غير بالمليحه والبزار راه كتعطي نكهه زوينه. بلا ما نحتاجو نديرو في قوه العطريه راه ما كتعطيها حتى شي فائده. حنا غادي نديرو غير الملحه والبزار ديالنا، غادي نديروها نكوروها على شكل دوارات عاديه، وغادي نجيبو شويه ديال الزيت غير في الاول، شويه الزيت على ما تطلق لنا الدهون ديالها. غنردوها طيب الكفته ديالنا، حاولوا تنقصوا ليها العافيه، ما تجهدوش العافيه باش ما تحرق لكمش الكفته. حاولوا تكون نار مهيله، لانه واخا نار مهيله كما كتشاهدوا راه كاينه كاينه العافيه، ولكن راه نار مهيله. كتخليوها طيب على الجهه الاولى ثم على الجهه الثانيه. بالنسبه للناس، كاين الناس اللي كيبغيو الكفته تكون باقا شويه كما كيقولوا بدمها، تكون شويه باقا حميمره، عادي الناس راه كياكلوها هكاك. وكاين اللي كيبغى تكون محمره مزيان، تحمروها على المهم على كلتا الجهتين، وبتحمر اللي بغيتو نتوما. غير كتبدا تحمر لينا على الجهه الاخرى كنحطوا فوقها الفرماج. ساندويتشات كاين فرماج شيدر وكاين فرماج البيض تا هو ديال الساندويتشات، كتختاروا الفرماج اللي بغيتو نتوما ديروا، اللي حبيتو نتوما الفرماج تستعملوه. يمكن لكم تستعملوا الفرماج العادي الشيدر اولا العادي. من بعد راه كنديروا الصوص، راه كما شفتوا في الفيديو الصوص اللي كتجي في هنايا في البرجر، صوص برجر كندهنوا بها القشره الفوقانيه والقشره التحتانيه، وكنديروا شويه ديال البصيله كنشدوها كنشحروها مزيان غير بالزويته، كنشحروا البصيله ديالنا كنديروها لتحت. الا بغيتوا البصله خضراء يمكن لكم ديروا دوارات ديال البصله الخضراء. بالنسبه لنا حنايا الدراري كيبغيو لنا البصله تكون طايبه، ما كيعجبهمش البصله الخضراء. حنا غنديروا غير البصله، غادي نشدوها البصله غادي نشحروها مزيان حتى كتذوب لينا وكتولي هاد الحميمره على هاد الشكل هذا، وكنحطوها في التحت. كنديروا من فوقها طريف ديال الخص ديالنا عادي. بغيتو تحيدوا الخص ما ديروش راه كما غتلاحظوا معايا في الفيديو راه درت بزاف ديال لي برجر. كاين لي برجر اللي درتو بالخاص ومطيشه، وكاين لي برجر اللي درتو غير بالكفته والفرماج فقط. بحال انا الولد ديالي ما كيبغيش الفرماج، كيبغي غير الكفته ولا كان شويه ديال المطيشه والخص. اما الفرماج ما عزيزش عليه، يمكن لكم ديروها بلا فرماج. كما كتشاهدوا كتجي رائعه وبسيطه. البرجر حنايا ديما خاصنا ناكلوه مزنقه، وهذا بالنسبه لي انا تصاوبوه في الدار احسن لكم. وبالنسبه للدراري وليداتنا كيمشيو للمدرسه وخاصهم اللانش بوكس، علاش ما نديروا لهمش حنايا هاد لي برجر ديالنا نصاوبوهم في الدار ونعطيو لوليداتنا يديو ماكله نقيه ومصاوبه في الدار احسن من اللي غنشريوه من برا وكديري كميه كبيره وكيكون الثمن مناسب، عكس الا مشيتي شريتيه بهذا الشكل هذا. كديروا البرجر كما حبيتوا. بالنسبه الا غتلاحظوا في الفيديو كاين جوج، كاينه اللي بالعجينه هذه راه بالعجينه ديال اليد، يعني معجون الخبز بيدينا، واللي فوق الجنجلان هذاك راه مشري مصاوب.
بالنسبه للخبز اللي كتشاهدوا معايا هذا، غادي نحتاجوا فيه الفورس وغنحتاجوا الفينو. مثلا زلافه ديال الفينو، نص زلافه ديال الفورس، وشويه ديال الملحه وشويه ديال الخميره المعجونه وشويه ديال الخميره ديال الحلوه، شويه ديال السنيده، وغنعجنوها بالماء وغنخليوها ترتاح على الاقل واحد السويعه ترتفع علينا. ومن بعد كنفشوها ونخليوها عاوتاني ترتاح واحد نص ساعه اخرى، باش الا بغيتو يجيكم البرجر يجي مفشفش، والبرجر ديالنا يجي بحال ديال المطاعم. فجيو تفرقوه يجي واقف ويجي بحال ديال المطاعم، هشيش في نفس الوقت ولكن واقف في نفس الوقت. كما قلت لكم، من بعد ما كتشدوا العجينه ديالكم كديروها على قريصات صغيورين الحجم ديال البرجر ديالنا. غادي نقطعوها على داك على هذا الشكل، وغادي نستفوها في اللاطه، وغادي ندهنوا الفوق بالصفر د البيض، ويمكن لكم ديروا جنجان من الفوق، ما بغيتوش خليوها كما كتشاهدوا عاديه. من بعد كديروهم طيب الخبز عادي ديالنا غير يطيب، نخليوه تيبرد ونفرقوه في النص ونبداو نصاوبوا به البرجر. بغيتو تشريوه واجد بحال اللي درت انايا، راه كاين الواجد وكاين اللي مصاوب بالعادي. بالنسبه لي انا مريضه ما كناكلش الفينو ولا سميتو، خاصني ناكل غير بحال هادو اللي مصاوبين بالفورس. بالنسبه لي انايا كنصاوبو غير بحال هكا، ولا بغيتو نتوما تقادو بالشكل الاخر يمكن لكم ديروه. هنا كما كتلاحظوا معايا راه كاين دي همبرجر في كاين اللي فيه قطعه لحم وحده، او لا يمكن لكم ديروا جوج قطع ديال اللحم حسب اللي كتحبيهم نتوما واللي كيبغيو وليداتكم. ويمكن لكم تزوقوه ليهم وتقادوه ليهم باش تحببوهم في الاكل ديال الدار. حنا يمكن لينا نصاوبوا، حنا عيالات حادقات ما شاء الله علينا، يمكن لينا نصاوبوا لي برجر لي تاكوس البيتزا، يمكن نصاوبوهم في الدار احسن من المطاعم وبتكلفه ناقصه، وفي نفس الوقت كنعرفوا شنو كنعطيو لوليداتنا. كما كتشاهدوا قليت غير بطاطا عاديه، قليت بطاطا في اير فراير. كما كتشاهدوا راه اير فراير فيها فاش سخنت هاد الخبز ديالنا بعد ما كنصاوبوها ونقادو راه كندخلوها الاير فراير واحد شويه باش كتقرمل وكتعطي واحد فاش كتجي كتعضي كتلقاي واحد القرمشه في البرجر ديالنا. وشديت بطيطه وقليتها لهم لوليداتي في اير فراير بلا زيت بلا والو. هذه اكله صحيه ما فيهاش الدهون، كتجي واعره. برجر تبرعنا به كاملين، لا الكبير ولا الصغير، كلشي حبو كلشي بغاه. قلت علاش ما نشاركش معكم هذا الفيديو وتستافدوا نتوما وديروا البرجر وتنوضوا على الحادقات، عريو على وشمروا على يديكم ونوضوا تصاوبوا ليا، دخلوا للكوزينه صاوبوا ليا البرجر للدراري ولا الراجل ولا العائله. احسن ما كاين هي تصاوبي البرجر ولا الاكل بصفه عامه في الدار ديالك لوليداتك ولا راجلك والاحباب ديالك، فهذا كيعاونك وكيخليك تكوني سعيده. نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، نتمنى الوصفات اللي كنحطها لكم تكون كتنال الاعجاب ديالكم. وكنشكركم بزاف على التعاليق اللي كتخليوها ليا، شكرا بزاف على الدعم ديالكم على هذه القناه، كنشكركم بزاف. واحلى تحيه من منوعات ملك وحفصه. باي.